السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كتير سهلة. هو بسكوت الزبدة. هنعمله مقادير كتير بسيطة. هتظبط معاكم من اول مرة. مقادير ما فيهاش اي حاجة صعبة، ما فيهاش اي تعقيدات، مكونات بسيطة جدا. معايا النهاردة كيلو بسكوت زبدة، كيلو دقيق. كيلو دقيق بياخد معانا 150 جرام سكر بودر، نص معلقة بيكنج باودر. بياخد معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. طبعا لو ال4 بيضات معاكم الحباية البيض كبيرة، لكن انا عشان حباية البيض بتاعتي صغيرة فانا حطيت 5 بيضات. 5 بيضات عليهم ظرفين او ظرف فانيليا. بياخد معايا 550 جرام زبدة. زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وتكون كمان يعني سايحة خالص كده، مرهمية، علشان لما نيجي نضربها تتضرب معانا بكل سهولة. بياخد معايا كمان من 30 ل 50 مللي جرام من اللبن. بس كده، دي مقاديرنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنعملها ان احنا لازم نضرب الزبدة بتاعتنا كويس جدا لحد ما تبقى زيها زي الكريمة، اكنك عاملة كريم جانتيه. لازم تتضرب كويس جدا يا جماعة. الزبدة كل ما تتضرب كويس جدا تديكي تيست حلو للبسكوت. اول حاجة هنجيب معانا الطبق بتاعنا اهو، طبق عادي خالص. هناخد الزبدة بتاعتنا اهو كده. تعالوا نوسع مكاننا كده. اول حاجة هنضيف الزبدة. انا هنا حاطه يعني الزبده انت تستخدميها اي نوع زبده انت بتعتمديه، دي حريه شخصيه. انا هنا عامله زبده بلدي بدرجه حراره الغرفه. طبعا فيكي تستخدمي اي نوع تاني على حسب مقدرتك، مفيش اي مشكله. المهم تكون الزبده ما تكونش يعني سايحه، تكون جامده شويه علشان تديكي تيست الكريمه. اوكي، انا هبدا هنا هضيفها وهضربها. وممكن تحطي نص زبدة بلدي ونص اي زبدة تانية انت بتحبيه، فيرن الحلوب، زي ما انت حابة. هيديكي برضو تست البلدي، مفيش مشكلة. علشان بس التكاليف ما حدش يقول التكاليف كده تبقى عالية، لا عادي ممكن تخلطي. انا هنا هضربها كويس لحد ما تبقى كريمية معايا. ده القوام اللي احنا عايزينه، زبدة كريمية مش سايحة ولا جامدة. تمام. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ هننزل عليها بال4 بيضات. طبعا لو الحجم كبير، ولو حجم البيض بتاعك صغير يبقى بال5 بيضات. هنزل بيهم بال5 بيضات كده، وهنزل بالفانيليا. لو الفانيليا بتاعتك بودر حطي زي ما انت عايزة. لو الفانيليا سايلة حطي كمية بسيطة، لان كتر الفانيليا السايلة هتمرر معاكي البسكوت. اوكي، وهنرجع نضرب تاني. طبعا هو لسه ما ضربش كويس. انا هنا هنزل عليه باللبن من 30 ل 50 مللي من الحليب. يفضل ما تنزليش بيه كميه مره واحده، بس انا عشان المقادير دي انا مجرباها قبل كده، فانزلي بيه وانتي مطمنه. ده 50 مللي حليب. هنرجع نضرب كويس تاني. انا هنا خلاص ضربتها مع البيض واللبن اهو كده. دلوقتي الدقيق هنزل بيه، المواد الجافه كلها هننزل بيها، اللي هو كيلو دقيق، 150 جرام من السكر، نص معلقه من البيكنج باودر. تمام. ننزل بالدقيق بتاعنا كده بالراحه، وهنبدا نقلب
الدقيق مع المكونات بتاعتنا لحد ما الدقيق معانا يختفي. تمام. اول ما الدقيق معاكي يختفي تماما وقفي عجن، علشان احنا مش عايزين عرق الجلوتين في الدقيق يتنشط وتبقى عجينة مطة، احنا مش عايزينها مطة. نفضل نقلبها كده لحد ما الدقيق معايا يختفي تماما. احنا فضلنا نعجن فيها اهو يا جماعة لحد ما الدقيق معايا اختفى، بس اهي عجينة مش بتمط اهي، شايفين مش بتمط تتقطع. دلوقتي هنشكلها. انا هنا معايا كيس حلواني، معايا 3 انواع من التشكيل البسكوت. ده النوع اللي احنا متفقين عليه اللي هو العادي خالص، الحجم الصغير. معايا منه الحجم الكبير كمان، وفي اللي هي شكل الوردة. احنا هنستخدم الحجم ده، وهنشوف دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي. وبرده هنشكل بالوردة كذا شكل للبسكوت، وهنشوف دلوقتي هيطلع معانا ازاي. هنركب اللعبة في قلب الكيس. انا معايا هنا كيس حلواني اهو، بستخدمه، جايباه وبستخدمه وبغسله، شغال معايا كويس جدا، مفيش منه اي مشاكل. اهي كده اهو، اهي كده، بس كده. بركب فيه اللعبة بتاعتي وببدأ اشتغل بيه عادي خالص. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. انا عجينة البسكوت سبتها ترتاح 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. هبدأ دلوقتي بقى اخد قطعة كده في قلب الكيس بتاع الحلواني عشان اشكله مع بعض. ناخد قطعة كده بسيطة. انا في عجينة البسكوت انا مش بستخدم ايدي خالص خالص، انا بعجن بالفلاشة، لان احنا طبعا مش بنعجن، يا دوبك بس بنخلي الدقيق بتاعنا يختفي بس. البسكوت احنا مش بنسويه مرة واحدة، احنا هناخد كده تيست، هنعمل مع بعض وهنسويه مع بعض ونشوف التسوية بتاعته عاملة ازاي، وان شاء الله يطلع معانا مظبوط زي الفل. درجة الحرارة بتاعت البسكوت هنسويه على الرف الاوسط، درجة حرارة 170، بياخد من 20 ل 25 دقيقة. تمام. احنا هنشكل كده بسم الله اهو. ده كده هيبقى شكل البسكوت بتاعنا. احنا هندخله الفرن دلوقتي علشان نشوف التست بتاعه، وانا هجيب صينية تانية نبدأ نقطع مع بعض كل كمية البسكوت اللي معانا لحد ما نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. انا هنا شكلت بالشكل ده اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده، الشكل التقليدي اللي هو المعتاد لتشكيل البسكوت. طبعا احنا هنا خلصنا اول صينية، هنشكل تاني صينية مع بعض اهي كده. برضو انا جبت القالب بتاعي، نبدأ برضو نشكل. والفرن معايا ورايا بيسخن كويس، لان لازم البسكوت الفرن بتاعه يبقى سخن، البارد لا ما ينفعش، لازم الفرن بتاعه يبقى سخن جامد. نبدأ كده نشكل مع بعض. العجينة معايا بتتشكل بكل سهولة. ليه؟ لان احنا ضربنا الزبدة كويس وكانت لينة معانا، فدي تسهل معايا عملية التشكيل. وطبعا انتوا بتشكلوا بالشكل اللي انتوا عايزينه، الحجم اللي انتوا عايزينه، الطول اللي انتوا عايزينه، مفيش اي مشكلة. انا هنا بشكل بالحجم ده والطول ده، ولازم نخلي مسافة بين كل بسكوتة وبسكوتة عشان نتجنب لو لزق في بعض، وان شاء الله مش بياخد مساحة كبيرة اهو كده. وهبدأ اشكلهم كلهم بنفس الشكل اللي احنا بنشكل بيه ده. انا كده
كده خلصت الصينيتين دول، هدخلهم دلوقتي الفرن مع بعض وهنشوفهم لما يطلعوا ان شاء الله. هروح دلوقتي ادخلهم ونرجع مع بعض نعمل شكل جديد بفورمه جديده للبسكوت. طبعا البسكوت احنا لازم نسوي الحروف بتاعته كويس عشان يبقى طالع شكله كويس. وزي ما انتم شايفين انا سايبه مسافه عشان لو البسكوته اخدت مساحه او حجم زياده ما تبقاش لازقه مع البسكوته اللي جنبيها. انا دلوقتي سخنت الفرن بتاعي كويس على درجه حراره من 160 ل 170. هدخلهم دلوقتي لمده 25 درجه على الرف الاوسط، وان شاء الله لما يطلع معانا هوريكم هو هيبقى شكله عامل ازاي. انا هنا هروح افضي بقيه العجينه بتاعتي في كيس حلواني تاني، وهنحط في قلبيه بلبله الورده. البسكوت معايا طلع اهو سخن زي الفل، لسه مطلعاه حالا من الفرن. هنشوف مع بعض كده بسكوته. شايفين خلع ازاي يا جماعه؟ البسكوته خفيفه خالص هشه، السوا بتاعها ممتاز من فوق وتحت، النقشه بتاعتها واضحه. تعالوا كده نكسرها بسم الله. ما شاء الله هشه من النص مش كابسه خالص. اللي عجبه الوصفه ما ينسينيش في اللايك اشتراك الصفحه. وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل مع بعض بديفور، وان شاء الله هنشكله باشكال كتيره جدا. بحبكم في الله وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.